شابة في عقدها الثاني مع رفيق لها وصديق لها في أحد المنازل، وفي وضعية مخلة بالحياء. هذه الوضعية دي اللي خلت الفيديو يثير واحد الضجة كبيرة كبيرة على الصعيد مدينة تطوان، بل وعلى الصعيد الوطني. وأصبحت القضية قضية رأي عام، خصوصا بعد تدخل رجال الشرطة القضائية أمس الثلاثاء، وإلقاء القبض على بطلة الفيديو أو الشريط الإباحي اللي انتشر في مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وغيرها من المجموعات هنا بالمغرب. على العموم نتكلموا بشكل واضح في هذا الموضوع هذا وفي هذا الشريط هذا وفي هذا الفيديو هذا اللي خلى الرأي العام يتعجب من الأسلوب والطريقة اللي كانت تعمل بها هاد السيدة هذه وهاد الفتاة هذا مع واحد الصديق ديالها والرفيق ديالها والعشير كما كيقولوا باللغة العامية، وفي واحد المنزل. يعني الطريقة غريبة جدا، وكتبين ان هاد السيدة هادي او الشابة هادي متمرسة في هاد الوضعيات. هاد الشيء ماشي عادي يعني، وخصوصا انها مثلت الجانبين، الجانب الديني باللباس المنقب والحجاب، وثم الجانب الآخر أو الجانب الموضة بسروال مقطع والسروال سبور كما كيسميوه بعض الفتيات. وهذا اللي بين ان الفتاة كتعيش ازدواجية في الحياة ديالها، وكتعيش يعني عدم التوازن في الحياة ديالها، خصوصا باللباس الشرعي الحجاب ولباس الموضة السروال المقطع بالخيوط وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك فاللي كيخلينا نطرحوا تساؤل، أن السيدة واللي معها اللي كيصورها زعما ما خافش ان هاد السيده هادي تكون واحده من العائله ديالو، تكون اخت ديالو، تكون بزاف يعني في نفس الوضعيه وفي نفس الطريقه، ويتم نشر الفيديو ديالها. يعني وان ابتليتم فاستتيروا. فالطريقه اللي دارت هاد السيده هادي ولا هاد السيد هذا اللي معها ونشر الفيديو، واش انتقام منها ولا غير ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما عسانا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا هذا الفيديو هذا أثار ضجة كبيرة في الوسط ديال مدينة تطوان، وخصوصا هذا الصباح هذا البقالة، الشوارع، الطاكسيات وغيرهم كيتكلموا على هذا الفيديو هذا، واللي كيطالبوا من خلاله الرؤية هذا الفيديو معاقبة الفعلاء بهذا الفعل المخل بالحياة، المعاقبة الزجرية والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه فعل نفس الفعل، سواء داخل مدينة تطوان أو الصعيد الوطني. إذا متابعي جريدة أخبارنا، هذه القضية هذه أثارت ضجة كبيرة، واللي نشر الفيديو ما زال البحث عليه جاري، خصوصا أنه هو غادي يكون بطل اللي كان مع هاد السيدة هذه أثناء تمثيل الفيديو. فلهذا تحية أولا لرجال الأمن اللي بسرعة فائقة وبعد انتشار الفيديو تم القبض على الفاعلة أو البطلة ديال الفيديو الإباحي، في انتظار إلقاء القبض على باقي الأفراد، واش فرد واحد أو فردين اللي كانوا في الفيديو. إذا متتبعي جريدة أخبارنا، كنتمنى أن من الجميع خصوصا المحيط المنزلي، المحيط الاجتماعي، مراقبة الأبناء ديالهم. الناس تراقب الأبناء ديالها، الناس تراقب البنات ديالها، تحاول تقرب منهم، تحاول تجبد منهم الأسرار اللي كيعيشوها يوميا، خصوصا أن المجتمع مبقاش كيرحم. وبزاف ديال الناس كيقول لك اسيدي هاد السيدة هادي راه ضربت الدين وغير ذلك. كل واحد كيمثل راسو، ما نقدروش حنا نربطوا ان السيده بالحجاب راه ضربت الدين او قاصدت الدين.
فالدين هو دين الله، وحنايا عباد ديالو. فلهذا ما يمكنش اننا نقولوا ان هاد الانسان عمل حجاب فهي كتضرب الدين او كتسئل الدين او كتسئل غير المحجبات او غير ذلك. فالكل كيتحمل المسؤوليه ديالو، والكل كيتحمل الوزر ديالو، والكل كيتحمل ال... يعني شي حاجه كيديرها هو كيتحملها العواقب ديالها. فالانسان ما غاديش يتحاسب مع الجماعه وغير ذلك، فهو غادي يتحاسب امام الله سبحانه وتعالى لوحده. إذا المتتبعي جريدة الأخبار، هنا نتمنى من الناس اللي كينشروا هذا الفيديو هذا وهذيك يعني يشوفوا بعين الرحمة الأسرة ديال هاد الفتاة هذه اللي ارتكبت واحد الجرم في حقها وفي راسها وفي حق عائلتها. يشوفوا في الرحمة، ما يبقاوش يتبادلوا الفيديو ويحاولوا يديروا له الحد. باش ما نسبوش العائلة ديالهم واحد الإحراج، خصوصا أنهم كينتميون لواحد الحي شعبي معروف بمدينة تطوان، معروف بزاف. لهذا كنقول لكم الخوت، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. ما تبقاوش تنشروا هذا الفيديو، ما تبقاوش تشوفوا هذا الفيديو، احتراما للأسرة ديالها واحتراما للعائلة ديالها. ونحاولوا نوقفوه هذا الفيديو، نحاولوا نوقفوه، ما يبقاش يزيد ينتشر. اذا متتبعي جريدة اخبارنا، يمكن الى هنا غادي ينتهي هذا البث هذا. كنتمنى من الجميع يهتم بالابناء ديالو، ويهتم بالبنات ديالو، خصوصا البنات، ويحاول يتقرب منهم ويحاول يكسبهم ويحاول يجبد الاسرار اللي كيعيشوها في الداخل ديالهم ويعالجها ويحللها، ويحاول يكون سند ليهم وينصحهم. فلهذا ما تبقاوش تبعدوا على البنات ديالكم وعلى الاطفال ديالكم، وتخليهم يعيشوا في مجتمع لا يرحم، مجتمع فيه ذئاب بشرية. فبحال هاد السيدة هذا اللي صورها فيديو ونشرها وهي فرحانة، فالعقاب عليهم بجوج.